تخيل تبقى راجل كبير كده وتصحى بالليل تقول مين ما وأنت بتعيط. أهو أنت بقى ده اللي بيحصل معاك في أنمي، أكتر أنمي درامي رومانسي مدارس ممكن تشوفه. الأنمي دوّة لو أنت ما بتحبش النوع الدرامي الرومانسي فهو الأنمي ده مناسب ليك جدًا. أنمي درامي وهادي وجميل أوي، أنمي اسمه أناهانو The name of the flower we saw that day. الأنمي بيتكلم عن 6 أصحاب كانوا هُم صغيرين مع بعض على طول، واتفرّقوا بعد وفاة صديقتهم مينما، ومن بعد وفاتها كلّهم اتفرّقوا ما عادوش بيقابلوا بعض. بس ييجي بعد سنين من وفاة مينما دي، بيبدأ يظهر الشبح بتاع مينما لقائد المجموعة دي، ويظهر له في كل مكان، حاول يتجاهله في الأول ويبان إن هو بيتوهم، لحد ما يتأكد إن الشبح ده فعلًا ظاهر له. الفكرة بقى إن الشبح ده ما بيظهرش غير ليه، ومش هيختفي غير لو حقق له الأمنية بتاعته. والمشكلة الأكبر إن مينما مش فاكرة إيه هي أمنيتها اللي لازم يحققها عشان تختفي. وبتبدأ المشكلة من هنا، يبدأ يجمع صحابه القدام اللي كانوا عارفين مينما، يبدأوا يحققوا عشان يعرفوا هي كان نفسها إيه ويحققوا لها عشان الشبح بتاعها يختفي ويركض بسلام. الأنمي درامي رومانسي مدارس لطيف قوي، وحاجة كده تحسها لطافة ما فيهوش أي تعقيدات ممكن تتخيلها. بس المشكلة الوحيدة إن أنت في الآخر مهما كنت شخص قوي وقلبك بقى متحجر، لازم هتعيط في الآخر، لازم هتدمع. أنمي مؤثر جدا، قصته جميلة، عبارة عن 11 حلقة تخلصهم في قعدة، والفيلم عبارة عن الذكريات اللي حصلت في الأنمي من أوله. أتمنى تشوفه، تقول له رأيك في الكومنتات. لو ما شفتوش روح شوفه واحفظ الفيديو وتعالى قول له رأيك في الكومنتات.